النهارده هنعلمك ازاي تسحب سكانر من على اي مكنه ريفو. يلا بينا. كل شيخ وليه طريقه، واحنا لنا اكتر من طريقه، والنهارده هنعلمك الطريقه الاولى. هنحتاج راوتر او اكسس بوينت نعمل بهم نقطه اتصال. هنوصل الراوتر او الاكسس في الكهرباء، وهنوصل كابل اللان في الاكسس او في الراوتر، وهنوصل الطرف الثاني في فتحه اللان في المكنه بالطريقه دي. هنتأكد إن اللمبات سرجت، وهنروح على شاشة المكنة. هنضغط على زر إعدادات المكنة، هنروح على سيستم سيتنج، هنروح على انترفيس سيتنج، هنروح على ماشين IPv4 ادرس، ونخلي اي بي للمكنه وليكن 192.168.1.50 زي ما هو موجود كده، ونقول اوكي. بس هنتاكد الاول ان هي مانوال، ونقول اوكي، وبعدين هنطلع اكزit، وهنجرب دلوقتي نسحب. وهنروح على شاشه الكمبيوتر، هنجيب ورقه ونحطها على شاشه الاسكانر، وهنروح لخيار الاسكانر، وهنروح على الستور فايل، وهنخليها ستور تو HDD، وهنقول اوكي. هنا في السكان سيتنج هنختار الوان او ابيض واسود زي ما احنا عايزين. هنختار الريزوليوشن 300 DPI، هنختار السكان سايز A4 اللي هو طول زي ما احنا حاطين الورقه. هنضغط على اوكي، تمام. هنقوم ضاغطين على زر التصوير عادي كده. المكنه سحبت الورقه الاولى. لو عايزين نسحب ورقه تانية هنسحب. لو اكتفينا بالورق هنضغط على علامه الشباك كده. الورقه اتحفظت في الماكينه، هنروح نطلعها من على الكمبيوتر. طبعا يا جماعه هنكون احنا اصلا متصلين على نفس الشبكه بتاعه الراوتر او الاكسس بوينت، مش شرط يكون عندنا نت. بعدين هنروح على المتصفح، اي متصفح عندك. هنطلع هنا في خانه اللي بنكتب فيها الموقع، هنكتب نفس الاي بي ادريس اللي احنا حطيناه للمكنه، وليكن 192.168.1.50، ونضغط انتر. هيفتح لنا صفحه المكنه. هنا هنروح هنا على دوكيومنت سيرفر، هنلاقي الورقه اللي احنا سحبناها هنا موجوده اهي. هنضغط على علامه الاسكان 001 دي، وهنضغط على داونلود قصادها PDF. هنضغط على PDF، وهنعمل ستارت داونلود، وهنعمل اوبن. هيظهر لنا الصفحه اللي احنا سحبناها سكانر، وبقت معانا ملف PDF على الكمبيوتر. وبكده نكون علمناكم الطريقه الاولى لسحب السكانر. انتظروا الفيديوهات القادمه، هنعلمكم طريقه واثنين وثلاثه.